عمرك سألت نفسك إزاي دولة بحجم مصر تنهار بالكامل في 6 ساعات بس؟ لو فاكر إن دي عشوائية تبقى لسه عايش في الوهم. اللي حصل ما كانش ثورة، دي كانت عملية عسكرية نفسية، كود اتكتب بحرفية مرعبة عشان تخليك أنت الأداة اللي هتدمر بيها بلدك. قبل أول هتاف ما يطلع، الكتالوج كان مكتوب ومطبوع بره الحدود. انت فاكر شعار القضة المرفوعة دي صدفة؟ ولا طريقة اضرب واجري دي شجاعة؟ ده منهج بالحرف من منظمة أوتبور الصربية. الشباب سافروا، اتدربوا على حرب اللا عنف، ورجعوا معاهم المانيوال عشان يطبقوا نفس السيناريو اللي واقع صربيا وأوكرانيا هنا في التحرير. وبعد ما جابوا الكتالوج كانوا محتاجين الضحية اللي هيطبقوا عليها. في علم النفس السبراني دي اسمها الاختطاف العاطفي. قضية خالد سعيد ما كانتش حادثة، دي كانت دراسة حالة. استخدموا الفوتوشوب عشان يحولوا صورة جنائية لأيقونة تثير الرعب، وزرعوا جواك الذنب عشان تنزل. وعشان الخطة تنجح كان لازم الواجهة تكون مريحة. وائل غنيم، الشاب المودرن بتاع جوجل، ودموعه الشهيرة. الدموع دي كانت كلمة السر، بس وائل كان عارف دوره كويس. هو كان مجرد ساعي بريد، وظيفته يفتح الباب ويسلم المفتاح. وبمجرد ما المهمة انتهت، وائل ضغط لوج اوت والطرف التاني استلم. تم حذف الأدمن الكيوت وقعد مكانه الأدمن الحقيقي، شخص بملامح تانية خالص. الشاشة قلبت من الأزرق للأخضر، وبدل الحرية بدأنا نسمع الخلافة. والنهاردة الحرباء بتغير لونها، بس السم هو. احنا كشفنا الكود القديم، ودلوقتي دورك انت. ما تخليش حد يعمل لك تحديث على مزاجه. فكر قبل ما تعمل شير.